السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار اليوم، وهذا أبرز عنوانها: زوجة شابة تقدم على تصفية زوجها نواحي جديدة. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أفادت مصادر محلية بأن شابة عشرينية أقدمت على ارتكاب جريمة قتل في حق زوجها المزداد سنة 1997 بالجماعة الترابية المهارزة الساحل نواحي الجديدة، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل درك البئر الجديد سرية عاصمة دكلة بجهة الدار البيضاء سطات. أوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيها غادرت مكان ارتكاب الجريمة صوب منطقة نينشتوكا قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي سرية الجديدة من توقيفها واقتيادها نحو المركز الترابي بالبئر الجديد للاختصاص الترابي، قصد الاستماع إليها تمهيديا لتحديد علاقتها بالجريمة وكشف جميع الظروف المحيطة بها. ورجحت ذات المصادر أن تكون خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة من قبل الزوجة، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بوضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على السلطة الملائمة للنظر في المنسوب إليها واتخاذ القرار القانوني المناسب في حقها. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.